السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا النهارده ان شاء الله هعمل لكم اكلة محشي جميلة جدا وان شاء الله هتعجبكم. هعمل لكم محشي كوسة وبتنجان وفلفل رومي، وان شاء الله تعجبكم. بنتي دودو هتوريكم الطريقة والمقادير وهتقول لكم هتعمل ايه. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل محشي. دي اكله بصراحه كل المصريين بيحبوها جدا، اي حد بيعشق الاكله دي، مفيش حد ما بياكلهاش اصلا. اكله معروفه جدا ومشهوره جدا جدا جدا، وخصوصا يوم الجمعه واول يوم رمضان لازم الاكله دي تعمل. دلوقتي بقى احنا معانا بصل، والبصل لازم يكون كتير، يعني سر اصلا المحشي في البصل، سر خلطه المحشي في البصل. فاحنا معانا دلوقتي بصلتين كبار، انا قطعت بصلتين كبار، ولو انت معاكي ممكن تزودي تاني لو عايزه. هنروح نحمرهم بقى مع بعض ونيجي. دلوقتي بقى احنا عملنا ايه؟ دلوقتي بقى البصله بتتحمر اهي، هنفضل نحمر فيها لحد ما لونها يبقى جولد كده، اللي هو الذهبي. بس اهم حاجه ان احنا منحرقهاش، يعني ما نحمرش فيها لحد ما تتحرق. هنفضل نحمر فيها كده لحد ما تدي لون ايه؟ الذهبي. دلوقتي بقى وانا بحمرها هحط عليها البهارات، توابل يعني، فلفل اسود وكمون وكزبره، وهنحط معلقتين صلصه كده تحمر معاها مع البصل، يعني الصلصه تتحمر مع البصل بتدي طعم مختلف تماما. دلوقتي بقى خلاص اهو حمرت البصله، وحطيت مع البصل وهي بتتحمر حطيت معاها معلقتين صلصه تتحمر معاها، بتدي طعم مختلف جدا. وحطيت التوابل بتاعتي، كزبره وفلفل اسود وكمون، وحطيت مع البصل وهي بتتحمر كده يعني سنه ملح بسيطه بتخليها ايه؟ تتحمر بسرعه. تمام. دلوقتي بقى سيبها تتسبك، وبعد ما تتسبك هحط فيها الايه؟ البهارات بتاعه المحشي. دلوقتي بقى خلاص بعد ما الصلصه سبكت حطيت البهارات بتاعه المحشي، وحطيت سنه قرفه، حاجه بسيطه اللي هي تديها ايه؟ ريحه وطعم بس. وبعد ما الصلصه كده اتسبكت خلاص حطينا الرز، وبعد ما حطينا الرز حطينا الخضره. الخضره ما بتتحطش قبل الرز، الخضره اخر حاجه علشان خاطر الخضره بتطرى، لو حطينا الخضره اول حاجه بتطرى. اصلا سر المحشي في البصل الكتير وفي الخضره الكتير وفي التوابل. هو المحشي كله عباره عن كده، بصل يعني تدي حقه البصل، وندي الخضره حقها، وندي التوابل ايه؟ حقها. طبعا عشان الاضاءه اصلا شغاله فاللون مش باين، بس هي اللون جامد جدا، يعني لون احمر، الصلصه حمراء فشكلها جميل جدا. بسم الله ما شاء الله. المحشي خلص دلوقتي. تسلم ايديك يا دودو. بصراحه ريحته جميله جدا وطعمه جميل جدا. انا دقت واحده منه، بسم الله ما شاء الله، بصراحه جميل جدا. تسلم ايديكي. والحاجات اللي هي حطيتها واديتها اهتمام، اللي هي القوطه زياده، الخضره زياده، حطيت له سنه قرفه، البصل كترته وعملته جولد اللي هو ذهبي، حطت كيس صلصه مع الطماطم اللي هي بتتعمل. بصراحه حطت شويه حاجات حلوين جدا مع بهارات المحشي. الحاجات دي كلها مع السوا مفلفل وطعمه جميل جدا. تسلم ايديك يا دودو. حبيبتي يا ماما تسلميلي يا رب. ان شاء الله باذن الله نشوفكم في وصفات تانية جديده. يا رب تكون الوصفه دي عجبتكم. يعني اكله محشي عند اي بيت مصري، اي بيت عامه، يعني اكله معروفه جدا. ما تنسوش بقى تجربوها نفس الخطوات اللي انا عملتها بالظبط، وان شاء الله باذن الله تبقى جميله جدا جدا جدا. جربوها بقى وقولوا لي ايه رايكم. ما تنسوش بقى تعملوا لايك واشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد. ان شاء الله باذن الله نشوفكم في وصفات تانية جديده. سلام.